Good morning شاهندة، صباح الخير، عاملين ايه؟ انا عايزة انام اوي، انا اصلا يعني مطبقة، بس عايزة اخد خطة في حياتي بعد التخرج. حياة يعني بنام الصبح، بنام الصبح وبصحى بالليل، بس الساعة دلوقتي 9:38 الصبح وانا صاحية تقريبا بالليل، بس مش جايلي نوم اوي يعني، فجيت تعالوا معايا. بصوا انا اسفة على صوت التيك توك بتاع الساعة ده، بس لو يعني مش هشيل الساعة يعني لان الساعة لازقة في الحيطة. المهم انا جاي في دماغي دلوقتي، جاي في دماغي حاجات كتير، انا اصلا عايزة اصور من زمان قوي، بس كنت خايفة الصراحة، كنت يعني حاسة ان انا مش عارفة اقول ايه، او كلام مش هيطلع مظبط، او تصوير مش هيطلع مظبط او كده، بس جاي قصدي في دماغي قوي عن احساسي بقيمتي يعني، ان ازاي انا ومتأكدة كتير بيفكروا زي، حتى لو هما مش واعيين بده، مستنية دايما حاجة هي اللي تعطيني قيمة، كأن انا مش عندي قيمة لذاتي. وبصراحة الموضوع ده يعني بيروح ويجي، مش دايما كده، بس دايما لما بتنشن على حاجة، سواء شغل، سواء شخص، سواء اي حاجة حتى لو بسيطة، حد يبصلي يعترف بيا، بيجي في بالي دايما اقوم رايحة قايلة لا، انا ليه قيمة، انا عارفة قيمتي، انا قيمتي مرتبطة بربنا ومرتبطة بنفسي، اقسم بالله انا بقول كده. يعني لو انا شايفة شخص كبير قوي ومضخم ومتعلقة بشخص قوي، الموضوع بيفس كده طبعا، يعني بيكش طبعا، ماهوش الموضوع اللي هو فجأة كده، بس انا عشان بقالي كتير بسمع وبقرا وبشوف كذا حاجة يعني، فالموضوع ترسخ، بس بيثبت كنمط، هو نمط تفكير. لا يعني لو انتوا بتفكروا في حاجة دايما دايما دايما، او اول ما تصحوا دماغكم بتشتغل تشتغل تشتغل، تحسوا انتوا اصلا كأنكم مش نايمين، اول ما تصحوا من النوم كده تلاقوا اللي هو لا، اهدى عليا شوي، اهدى يا دماغ عليا شوي، فهو بيبقى زي وسواس كده، ما عنديش وسواس يعني، بس عندي زي وسواس فكري كده. المهم ان انا عايزه اقول ان قيمتنا مش مرتبطه باي حد، فعلا ربنا لما خلقنا ادانا الاذن بالوجود، وادانا القيمه، وادانا كل حاجه، فانا قيمتي مش مرتبطه بحد، مش مرتبطه بجواز، ولا الراجل يجي يعمل لي قيمه، مش مرتبطه بشغل يعمل لي قيمه، مش مرتبطه بفلوس، بهدوم، بأي حاجة، لأن لو احنا خلينا أي حاجة في الحياة هي اللي تعطينا قيمة، بجد كأننا بنعطي الحاجة دي كده أيا كانت هي، حتى أقسم بالله لو شنطة، الحاجة دي يعني ايه، زي المفتاح حياتنا كده، لأن لو شخص رابط قيمته بشغل، نفكر لو شخص رابط قيمته شغل، حرفيا الشغل ده هيلعب بكده كأنه بندول، لأن هو خلاص، هو شال قيمته كلها وحطت قيمته في اللي انا بشتغله، وفي اللي بدخله، او في الشخص اللي انا مرتبط بيه او اللي انا مرتبطة بيها، فخلاص انت فين، مش حاطط في باله ان هو اللي هيعمل قيمة للحاجة، او مش حاطة في بالي، او احنا يعني مش حاطين في بالنا ان احنا اللي هنعطي قيمة للحاجة، انا اللي هعطي القيمة للشغل اللي انا بشتغل، انا اللي هعطي القيمة للشنطة اللي انا بلبسها، لان الشنطة جماد، يعني لو الشنطة دي أقرر اعتذار على الساعة هبقى اتصرف في الموضوع، بس لو الشنطة دي محدش لبسها خلاص، شنطة ملهاش قيمة، ممكن تترمى في الزبالة. لو فاهمين، احنا اللي بنعطي القيمة لنفسنا، ولما نبقى حاسين بقيمتنا بنعرف بجد ندخل العلاقة
واحنا كده جذورنا ثابتة، ما يهزناش غياب حد، لان عادي ما يروح ويجي، انا كده كده موجودة. هنزعل، بس الزعل الطبيعي، مش الزعل بقى اللي هو في تعلق بقى، اللي هو اروح بقى اكلمه ولا اكلمها وابعتله 15,000 مسج: انت ازاي ما بتكلمنيش، انت ازاي ما بتقدرنيش، انت ازاي ما بتحترمنيش. ما يحترمنيش ده دليل على دماغه هو، على تصرفه هو، مش عليا انا، مش على قيمتي. كنت دايما بقول لو محدش يحترمني يعني ده الموضوع عيب فيا. ايه العلاقة يعني؟ هو شخص مش محترم، انا ايه دخلي في الموضوع؟ المهم يعني ان انا كنت بجورنال دلوقتي. على فكرة انا لابسة بنطلون البيجامة عشان كده بصور وانا قاعدة. بس كنت بجورنال دلوقتي وبكتب ايه اللي حاسة بيه وايه افكار وكده. جماعة لو انتوا بجد ما بتكتبوش يوميات او بتجورنال، جورنال دلوقتي. هتسألوني يعني ايه؟ هبعت هبقى احط بتاع صورة كده للأسئلة تسألوها لنفسكوا كتدريب مبدئي. اقسم بالله بيطلع لكم حاجات بهريز في في مجال طبعا جوه بتطلع على الورق ده. يعني الفكرة بتبقى في دماغنا غير لما بنكتبها كده ونطلعها. يعني بصوا انا هقولكوا، انا كتبت عايزة اوريكوا فكرة جت في دماغي دلوقتي وانا بعمل جورنالينج او كتابة يوميات يعني. ان انا خايفة اصور. انا بقلب بجد كتير يعني، من اخر فيديو نزلته انا عايزة اصور عايزة اصور عايزة اصور، يعني ما كده صور الشيء اخر فيديو يه. بس يعني لا بجد انهكت. فقلت اكتب دلوقتي بما ان مش جالي نوم الساعة 9 الصبح بس مش جالي نوم. اكتب دلوقتي يعني افكار ومشاعر. اول سؤال بدأت بقى انا حاسة بايه. تاني سؤال لماذا اشعر بذلك، ماذا اشعر الان، اول سؤال. تاني سؤال لماذا اشعر بذلك، وبنكتب بقى. في سؤال تالت ما آلام الماضي التي استيقظت، بس انا لسه ما كتبتوش المرة دي يعني. ماشي. فقلت انا خايفة اصور. قلت لا، انا قلت في الاول انا مش عايزة اصور، وبعدين جه في دماغي انا مش عايزة اصور ليه عشان انا خايفة اصور. طب انا خايفة اصور ليه عشان انا مش عارفة هقول ايه. طب وخايفة الفيديو يطلع وحش، وخايفة محدش يشوفه، وخايفة تصويري يبقى وحش. شفت كام فكرة؟ كل ده كان مش مترجم في دماغي كده، كان مترجم في دماغي بس انا مش عايزة اصور، انا تعبانة كده، وانا فعلا تعبانة والله. بس يعني قولولي افكاركم ايه عن الموضوع ده، وقولولي لو انتوا كمان بتحسوا في كده اتكلموا. يا جماعة مش عارفة انتوا متتكلموش ليه. بس باي. جماعة انا حطاكوا دلوقتي يعتبر في الطباقة. استنى، مفيش بتاع، مفيش صابون. انا مسكت بتاع بس مفيش صابون. والله كان نفسي اغسل المواعين بصراحة. زعلانة اوي إن أنا مكنتش. اختو نعناع ريحته حلوة اوي. بصوا، كنت جبت زرع كتير مفضلش غير الروزماري عشان هو الوحيد اللي بيستحمل الشمس، بس هجيب تاني ان شاء الله. مش عارفة على عيد ميلادي ولا ايه. وده النعناع كنت زارعة نعناع برضه بس مات.